ساعات كوميديا الموقف كده بتفرض نفسها في المجلس الموقر. شفنا ضرب وشتيمه ورفع احذيه وناس عايزه تعلم ناس ادب، وشفنا كمان وزراء راحوا المجلس ووزراء مزعلين النواب وما بيروحوش. شفنا قوانين بتطلع في ثانيه وقوانين مش عايزه تطلع، ونواب مش عايزين يسيبوا الكراسي، وهي ليه كراسي تتساب؟ ظريفه جدا. طب انت كنت دايما صيد للكاميرا يا دكتور مصطفى، وناس كتير كانت بتصورك كنت نايم ومش عارف ايه الحاجات دي، واتكلمت في اي جلسه لو طولت معايا شويه دلوقتي يحصل لي استرخاء ابقى مغمض عينيا بس. نظام يوسف وادي الله يمسيه بالخير. اخونا ده نظام الدكتور يوسف وادي. ما نظامي انا عندي نفس الشيء. ايه النظام ده؟ خليني بقى وانا كده مغفل كده وافتحني ارد عليك في اللي بيتقال بجد اتحدى. فيجي واد مايس بالدلع ياخد لك صوره في الكاميرا، خد يا سيدي. ده انا كنت بهزر معاهم، اخلي بتاع الكاميرا جاي كنت بتعمل واعمل نايم وانا ما فيهاش مشكله. طب دلوقتي في الشورى يعني النوم احلى ولا كان هيبقى في شعب احلى؟ لا يعني في الدوشه والصخب ولا الشورى؟ انت بتتكلم كما لو كنت انا راجل نوام او كسول. بالعكس، ده انا مشكلتي في الحياه ان منفعل ومتحرك اكثر مما يجب. يعني مش هتعمل نفسك نايم عشان يصوروك؟ لا ده كانت مداعبه بيني وبين المصورين. اسالوا دول زي ولادي. ممكن تكون متكلم 5 ساعات في الجلسه وبعدين ريحت ربع ساعه. وممكن واحد تاني بعد 6 ساعات زي قلته قاعد زي الكوبس ما عملش حاجه خالص. ملهاش علاقه. ايه الكوبس ده؟ يعني الكوبس اللي واحد بينور مش دايما. تمام الحمد لله. ركز على الكرافات. كرافات تعمل جو جامد. ما تعزفش ممكن رقابه هتشيل منها حاجات؟ لا احنا وقتنا بالظبط. هو كده. رقابه ايه؟ ولا حاجه. ما تقلقش حاجه، هنجيب لك سلم عشان ما تقعش. انا مفيش سلم. بتعرف تنط؟ متضايق. انت متضايق ها؟ متضايق قوي. من ايه؟ والله الجو العام مضايقني قوي 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 قوي. انا من النوع اللي يرى ان مصر دورها كبير ولذلك اللي بيحصل